نفتح لك منها ولا انت بتعرف تفتح؟ خد هنقشرها لك اهي. فتحي لي منها. مليانه فصوص ومكبسه. نعمل لك يا براهوزي. مش عايز من وشك حاجة يا مرة. مش عايز من وشي حاجه يا مره. ليه يا براهولا كده بس؟ ليه يا حبيبي؟ اتفضلوا معانا فراخ ورز. عملت بقى شويه فراخ وشويه رز وقلت نتعشوا بيهم عشوه خفيفه كده. شايفين شويه الارز رز حكايه. ملحها مظبوط يا شباني؟ ناقصه ملح. ناقصه ملح دي جميله. بصوا مبطرخه ازاي. نوريكم واحده بصراحه ربنا فوسفور خالص. فراخ فوسفوريه خالص. بصوا حلاوتي. ازيك يا ام ابراهيم؟ والله الحمد لله زي الفل. انتوا اللي عاملين ايه يا جوال؟ بصوا الحلاوه. بصوا عامله ازاي جميله مع شويه الارز رز. خد يا براهوز. خد يا هزه. كلها والله جميل. خد يا شبالول. كل يا شبال. عايزه نعمل شويه سلطه بقى. وايه المحروق اللي عليها دي؟ ده انا محمصاها. ده اسمه ايه ده يا ام ابراهيم؟ فراخ البحر. اسمها فراخ البحر. فراخ جميل. ودي دماغ الفرخه ودي ودن الفرخه ودي رجلها الرفيعه دي. بصوا رجلها عامله ازاي جميله خالص. تجيبوها وتسلقوا جنبها حبة الأرز وتطفحوا. حد هيقول لكم بتاكلوا ايه؟ والله ما حد هيقول لكم حاجة. الله أكبر. حاجة بلدي. مساء الزفت عليكي يا ام ابراهيم. مساء الخرا على دماغكم. مساءكم زبدة وغلاليط. شايفين محمصة وجميلة ازاي؟ لازم تديها كده في جناتها. تخليها تتحمر كده وتتكلم من كل الناحية. واهم حاجه تكون مليانه. بصوا الجمال. شايفين الفوسفور اللي جواها؟ روعه الروع. بصوا الحلاوه. شايفين من جوا عامله ازاي؟ ازيك يا ام ابراهيم؟ والله الحمد لله يا اولاد. اسمها شكال يا ام ابراهيم. شكال او تعال. فراخ يا اولاد بلا شكال بلا طماطم. وانا يعني ما نعرفش نطبخ. طني بنعرف نعمل كل حاجه. ما هنغرفوا شويه الارز رز. جبت المعالق ولا نجيبها انا؟ جيب. هات معلقتين. ما توسخليش المواعين بقى عشان الشباك مفتوح يا ام ابراهيم. لا مقفول اهو. قافلينه بقى عشان الجيران اللي جنبنا ما يقعدوش يشموا ريحه الاكل. ماشي ويقرفونا. الله لازم كده يا ولاد. لازم كده. مساء السعادة يا ام ابراهيم. مساءكم عسل يا ولاد. مساءكم سكر وعسل وكل حاجة حلوة. يا ليلي. هو انت ازاي متحملة نفسك؟ يعني ايه يا ولاد متحملة نفسك؟ نرمي نفسي في الطرعة طيب عشان ترتاحوا مني. طبق يلا طبق. حطوا يا ابني واسكت يا ابني. شايفين الحله محروقه من جوا ازاي؟ لازم وانت بتعمليها تشيطيها كده. هتطفحي بقى لقمه زي العسل. انتوا عارفين ام ابراهيم احسن واحده تطبخ الحاجات ديت. ماشي. الله لازم كده يا ولاد. وجبت شويه جلاطه بقى عشان الحموضه والحريره. فين الجلاطه يا شعبولة؟ الجلاطه فين يا شباب؟ جبت ب 500 جنيه جلاطه. ناخده كده تذكرتني الفروتي. هنتعشوا ايه؟ هتتعشوا ايه يا ام ابراهيم؟ هنتعشوا فراخ يا ولاد. اتفضلوا معانا. شويه فراخ هم قصدي زي العسل. انتوا عارفين فراخ ام ابراهيم. خد افتح يا شبالول. افتح يا شبالول. هنعمله بقى بقى عصير يخلي الواحد ينهج. عصير مانجا ده. عصير مانجا. عصير رنجي. رنجي طيب. مانجا. مانجي ايه؟
والله ما انا عارفه عصير هو مكتوب عليها هو متحلي ولا مش متحلي؟ بتاع ثلاجه كده ما نعرفش عادي. بيتحلي والله ما ولا نعرف برضه متحلي ولا مش متحلي. فين تعالى يا المجص؟ براهوز نعمل لك عصير ياقوت. حطيت المجص فين؟ الله يجرفك ما فيش كوبايه تشربي فيه، مالكش دعوه، نشرب زي ما نشرب ان شاء الله، نشرب حتى من فنيتي، مالكش دعوه. مالكش دعوه يا بارد. حاجه غريبه والله. انت خصيتي خلاص يا ام ابراهيم والله، يعني اني بقيت رشيكه. انتوا شايفين كده يا ولاد؟ اني بقيت رشا كلي نتغرف نفسي يعني. حكيماني غروره جو. لو اتغريت في نفسي هنبهدلكم. نفسي مسدودة. طب ما تاكل يا ابني، لازم يا تاكل. طيب الفرح هي بتقول هنا نقول لازم ياكل بدل ما ضحفان. فتحت لي ده، افتح لي ده راخ ياكل عشان ضحفان. كل انت يا اخوي، ده بالامنجوس بقى دي نشرب. احلى حاجه عصير الامنجوس. عايز نشرب. خد يا يخرب بيت شكلك. اتغري براحتك يا ام ابراهيم. حبايبي ما انا بنقول كده، انا مش محتاجه حد يقول لي اتغري يا ام ابراهيم. انتوا عايزين يعني تهزوا ثقتي في نفسي؟ ابدا، اسبلطني خالص. انا مغروره من غير اي حاجه. كنت فين مختفيه يا وليه؟ كنت بنغسل في الليه يا ولاد. الليه كانت زفره شويه فقلت نلمعها نيجي نتعشى معاكم يا ام ابراهيم. والله تعال حلة فراخ مليانه هي تستاهل بقكم. تعالوا كلوا معانا. انت مش عامله مقاطعه يا ام ابراهيم؟ لا اله الا الله، يا دي مقاطعه يا ناس. طب ناكلوا على ما دي تبقى مقاطعه. ايوه يا جدعان، ايوه عجبتوا الواحد في اللقمه. خد الحس كده. سكرها 100. دوق عدل يا عم، اشرب. هي متحليه طبيعي، انت عايز تحليها كمان؟ متحليه طبيعي؟ والله. ماشي، هنحطوه بقى في الثلاجه عشان خاطر بعد ما ناكلوا الفراخولي ناكلوا مني. هما ما فكرني يا ولاد، دي قشطه حاجه جميله خالص ومقشطه وزي القزوزه. العصير ده مقاطعه يا ام ابراهيم؟ لا مش مقاطعه، لا ده عصير تانج. ده عصير تانج يا ولاد اللي هو في العلب ده، مش مقاطعه. ده مال الدنيا عندنا والله، البلد كلها بتعمل مني. دي مش فراخ يا ام ابراهيم. امال دي يا جدعان، امال دي مش فراخ يا ام ابراهيم. هتستهبلوا بقى، هنضحكوا على بعض. بصوا اهي، شايفيني؟ ممكن نسالك يا سؤال يا ام ابراهيم؟ اسالي يا قلبي، اسالوا. اللي عايز يسال على حاجه يسالني. انا جبت شويه جلاطه بقى، وريهم الجلاطه كده يلا. جبت شويه جلاطه بصراحه ربنا لا يتاكلوا ولا يتشرب. الحر مبوظهم خالص. وانا بنحب البسكوت ام كيس دي. بتحب الجلاطه ام بسكوت فيها كيسي؟ ان شاء الله تحبك الدنيا يا براهون. نشوفك عريس كده وتضرب بالجل. خد يا براهونيت. استنى يا كروني. بنحب النهي. بنحب فين التانية يا ام بسكوت؟ بسكوت. حط يد العصير في الثلاجه. خد ثواني ثانيه. تكيو. دي شكال يا ام ابراهيم بالبورسعيدي. طب استنى، نعرفش والله. انا نعرف ان هي اسمها فراخ، لا نعرف بورسعيدي ولا وريد. سيبه عشان لسه هناخد منه حاجه. بنحب دي. بصي بنحب دي. هي دي مبطرخه يا ام ابراهيم كده؟ بطرخ محتمد حكايه هنوريهولك دلوقتي. بنحب دي. بتحب دي؟ براهولا بيحب دي بالبسكوت. بالبسكوت دي مش هيطين حته البسكوت، مش هيطين حته بسكوته كده وحاطينها بيضحكوا على العيال بيها وخلاص على كده. شبانه وبراهولا يحبوا الجلاطه جو. خد يا شبانولا لا تصيح بقى. خد وديه. ودي شويه جراطيس. سميحه تحب الجراطيس. كل واحد بقى جايب على حسب ذوقه. وانا جايبه المصاصايه دي ليه؟ انا نحب المصاصه دي جو، نحب نمص فيها كده بتروج على بالي. خد يا شبالولي. دي اسمها عقارب يا ام ابراهيم. الاسامي اللي انتوا قلتوها دي يا جدعان كلها غلط عشان تبقوا عارفين يعني. اسمها فراخ. دي فراخولي اللي كان بيقول لي مليانه يا ام ابراهيم. والله هي مش كلها مليانه. بنحبك يا ام ابراهيم، بنتابعك من الكويت ونص الكويت على راسي.
الله يجبر خاطركم. بصوا يا ولاد، بصوا عامله الظامن جوه. دي بكام دي يا ام ابراهيم؟ والله العظيم انا ما انا عارفه. استنوا كده نفتكر. استنوا عشان بقالها يومين عندي في الثلاجه. كنا جايبينها قدها شباني. ال2 كيلو ب 150. البتاعة دي ال2 كيلو ب 150. جبت كيلو ونص انا بقى. ماشي احسبوهم بقى يبقوا بكام. اغلى من اللحمه اهي. الثلاثة اي براهو اي يا حبيبي. اي يا كلوطي. اي يا كلوط. تاكل يا كلوطي؟ خدي مني يا لا. حبيبتي خدي. خد. طب الحصي. الحصي في العصير. ايه رايكم في الاوت فيلس بتاع ابراهيم؟ لابس قفطانه اهوت بقى عشان الحر. الدنيا حريره خالص. حريره خالص. صح يا براهولي؟ أنا زياد من تبعك من المغرب. المغرب وناس المغرب حبايبنا كلهم. إيه يا براهولة أنت تتحول والله. أنت من وين يا أم إبراهيم؟ من مصر. من مصر والله. ما شربتش من الهيتر لا. ما جربتش جراثيم هيتر لا. بصوا الحلاوة. هو ابراهيم مش بياكل ليه؟ ان شاء الله عنه مكان بقى، ما الله ياكل على ضرسه ينفع نفسه. عايزه نجيلك على راسي والله. تعالوا قبل ما تيجوا بس عرفوني عشان نسيب الدار ونمشي. تيجوا انتوا تقعدوا فيه، سيبها لكم فاضيه بقى. يعني استنوا. ده جيز طري. عشان فترة معمولة الصبح وكوباية شاي، فتلاقوا الدنيا ناعمة معايا في بطني. يعني المعمولة طبعا بتبقى معمولة من الصمن ومن الدهن والحاجات دي. فالزرطة طالعة مستكاوي كده ناعمة. تاجي الله فيها بناكل، قاعد بناكل. نقول قولي اسم حنين ومحمد عشان بيحبوك. حنين ومحمد أحلى عيال في الدنيا. حبايبي أنا شايفاكوا، خلي بالكم. قولوا واسمعوا الكلام يا حنين ومحمد. انا شايفاكوا اهو من ركباكوا. تعال يا براهوز ظاهيني. لا. تعال نفصص لك شويه العجرسولي يا عبد المنعم. يلا تنقطم رقبتك يا ابو صنة. احترم نفسك يالا. بصوا العجربولي عامله ازاي. غني يا ام ابراهيم. نغني لكم قولوا لي غنيه وانا نغنيها لكم. يلا بنسخن اهو. استاذ هيثم بيروق. عامل ايه يا استاذ هيثم؟ منور. عامل ايه يا استاذ هيثم؟ ازي حالك؟ البدله هتاكل من فنيتك حته والله. امال ركن على الحيطه بقى كده وعمل صوت الشيشه ما حدش جدك. واقف وقفه طناكه يعني. بحبك من فلسطين حبايبي. غني جانا الهوى جانا حاضر. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمشوا الأسمر رامي شبكنا في الهوى. أما رمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا. اللي شبكنا يخلصنا. ده حبيبي شغال بال. يا حبيبي لا 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 طيب طيب. خلاص بقى الدنيا حر وقلبي مقطوع ماشي وحنموت من الجوع. عايزه الرم عظمي بحته لقمه من الحلوه. بصوا البطاعه عامله ازاي فوسفوريه بنقول لكم خالص. بصوا الفوسفور اللي جواها. تاكل يا مراهولي. كل يا كرولي. مسا يا ام ابراهيم. حبايبي مسا عليكم وعلى حواليكم. حبايبنا كلهم والله ماشي. وربنا يهني سعيد بسعيدي وخلاص على كده. هنعمل ايه طيب يا ولاد؟ ده انت غلبت رضا البحراوي. امال ايه؟ عندي التاريخ بتاعكم كله من زمان والله.
عارفين الأغنية ديت؟ جميلة والله العظيم. تعالي نعزمك تشرفينا في الإمارات يا أم إبراهيم. يا عم أنا شفت منك حاجة، أنت بقى على الفاضي. اديني المعلقة اديني حسبي. ده منظر واحد قاعد في الإمارات برضه. المعلقة عايز تلحس الفراطي؟ خد يا حبيبي الحس. استنى نجيب لك معلقة يا براهول. صوتك حلو يا ام ابراهيم يا ام الله. صوتي زي النيل انا عارفه. خد يا حبيبي اشرب. دي شوربة فراخ دي اشرب. بتطفحوا ايه يا مرة؟ رز وفراخ. ورز وفراخولي. يلا ينعص وشك هارة. رز وفراخولي. عايز تطفح تعال اطفح. وانا عندلجك اللقمة. كل يا حبيبي. اللهم صل على رسول الله. زيدوا النبي صلى يا ولاد. خد يا حبيبي شوربة الفاروطي دي اشرب. شوربة الفاروطي بتكبر جلوطي والله. كفاية كده. كل كمان كل يا حبيبي كل. نغمس لك عليها رز. بيجي تغمس ما معاها تصبي له في كوبايه شويه يا ولي. يلا ولا كوبايه وانا نحبش نوسخ المواعين يا ولاد والله. الباريل الجزازه بالشيء الفلاني ناكله كده وخلاص. اكله خفيفه وجميله ولطيفه. عايزه يا براهوز. اسكت يا براهوز بقى. خبره يا مرة اللي شبه الشوال انت داخله طايحه فينا كده ليه؟ يا مرة يا ناقصه. هدي نفسك شوي. هدي زنبورك شوي. يا تقده يا تاخدك يا على الميتين ابوكي. يا الله ده الواحد هيجيله حموضه يلا من البتاعه دي. انا لسه ما اكلتش ومتجرب. والله العظيم بتاع سواق. اكله سردين مملح وفسيخ الصبح حرق كبدي والله. عندنا شويه سردين والله لا يتاكلوا ولا يتشرب. بس اهو بناكلوا منهم وخلاص. بصوا اهو شايلاه. كل ما نجوع نطلع لقمه وناكل منه. ما شاء الله عليهم. ريحتهم مطري. كنت رشهم ملح قليل عشان خاطر دماغي ما توجعنيش لما ناكل الحاضق. زي ما تقولوا فاطوا بقى. نطينه كده. فقلت مش مشكله يا بنت خليهم. اي حاجه في الدار احسن من قلتها. والله الواحد يصحى من النوم يدور عن حاجه عشان يفطر ما يلاقيش. ان جبت معموله ولا جبت حاجه العيال بتاكلها. جبت الصبح معموله وشاي. فطرت معموله وشاي بلبن. يا ساتر يا رب جاني صهد بقيت نعوص. معدتي حساسه والله بقيت نرغي كده ونعوص زي الكلب. هنعمل ايه طيب؟ اللقمه تقيله في الصيف بصراحه ربنا. لكن في الشتاء لو كلتي حته جبنه على طحينه ولا اي حاجه بتبقى طعمها حلو. ولكن في الصيف دي اللقمه بتتعب الواحد. نغرف لك رز كمان يا شبالولي. انا لسه خلصت شويه. كل يا حبيبي كل. اطفح يا شبالولي. غرفالي الحله كلها. كل يا حبيبي. غمس العقروبه غمسي. ردي يا ام ابراهيم. نعم يا قلب ام ابراهيم. نعم اللي عليك نعم اللي انت افطبلت ودني وقول لي وحكي لي وين حكيك. جربي تفطري سم يا سم لما يسمك بالسدير بتاع البصل اللي انت لابسه دي زي بايعين البصل. بتبيع بصل يالا الكيلو بكام؟ الجلابيه هتاكل منك حته. الجلابيه هتاكل مني حته. ربنا يفرحكم يا اولاد. خدوها هاي. أنا مش بخيلة يا ولاد. الله عايز حاجة مني يقول لي عليها. يا نعمة بحبك من أسوان حبايبي. أنت هتاكل مني حتة مش لابساها تاني ولا تاكل مني ولا ناكل مني. هناكلوا من بعض عليا يا ولاد. كل واحد في حاله ونريق باله وخلاص على كده. قولي طريقة الفراخ يا أم إبراهيم. عايزين نتجيز. هتجيبي الفراخولي وتغسليها بحبة مليحة وتحصري عليها شكفة ليمونة. يا ام ابراهيم هو انت ما عندك الصحاب؟ احنا مش بنشوف عندك ضيوف؟ يا ده هويت ضيوف. ضيوف ايه يا ناس؟ بلا ضيوف بلا خرا ما دخلش حد عندي. لا ضيوف وبتاع. الناس قلوبها صودا وما عادش حد قلب ابيض ولا بيحب الخير لحد. واحد يقفل عليه بابه ماشي ويعيش مع حاله. والله العظيم تدخل الناس يقلعوك اللباس. طب وانت تدخل ناس عندك؟ لا اصل ما حدش هيحبك مهما تعمل علاقات وصداقات. ما فيش حد هيحبك ابدا والله. ده الاخوات ما بيتقوش بعض.
يبقى الناس الصداقات، وده صديقي وده صديقتي، كله كلام في الهوا. خلي بالك من عيالك ماشي، وخلاص على كده. اي يا حبيبي، هتاكل ناكلك لسانك حمار حبيبي. مكان العصير الفاروتي احسن والله يا ام ابراهيم، عندك حقيقه والله العظيم. اسال متجرب ولا تسالش ولا تسالش الطبيب. اسمعوا الكلام، طول ما انتم مخدوعين كده باللم هتفضلوا في متاهه. لموا نفسكم كده واعرفوا حبيبكم من عدوكم ماشي. ولو ان مش هتلاقوا حبايب، لما تحطوا النص في مصفى وتيجوا تغربلوها مش هينزل غير كل الوحش. مش هتلاقوا اصلا حد يفضل في المصفى، كله هينزل. الخرمه هينزل كله. الناس كلها صراصير وزباله ولاد كلب. كبروا دماغكم خوني. احسن يا ام ابراهيم والله. هي والله بلا ضيوف بلا خارة. الله ينور عليك، انت كده جدع. ضيوف هون اللي تاني كلامك زين الزين يا ام ابراهيم. هي والله الناس بقت مصاعير ماشي. اللي عايز يحب حد والله يحتف على حد، يحتف على حيوان. جيب حلوان كلب بلدي كده يقعد ياكله ماشي. الكلب والله العظيم هتخش به الجنه، او قطه او بيسي. اللي تحب اي نوع بتحبه في الحيوانات تجيبه تاكله. انما بني ادمين لا، حد الله. انتي عسل والله، انتوا اللي عسل والله، وقلوبكم حلوه وشربان. ريتال يا قلبي، احلى ريتال في الدنيا. انت تعرفي خلي شبانه يغني بليز. غني يا شبولولي. رد. بيقول لك بليز، غني بليز. في اغنيه اسمها بليز 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 بليز. ممكن شوف تكون أغنية شعري أجنبية. وامسك في الطيز. انت تعرفي حكايه ساعه ما بتقولها. جبت الجيلاتي إيه؟ وجيت نفتح بالمفتاح عند الضاء، ايوه، لقيت كلب بص لي بقرطاس الجيلاتي اللي انا جايبه. الكلب بص لك في قرطاس الجيلاتي. قاعد كنت يشمشم تدوه. في الكيسه، والله العظيم كان هين عليا نديله بقرطاس. يا عيني، طب ما تدوهوش كنت ليه لا يا بتجيبه. شبانه؟ يا عيني شوف طبيعه. بس قلت ان انت خلاص هتزعجي لي بقى تخربي دلوقتي بيتي. دلوقتي تلم الجيلات اللي في الثلاجه كله تطلعهولي. والله هو اولى في بيه. شويه كلاب والله بيقعدوا على الباب يستنوني، نلم اي حاجه عندنا نديها لهم. طلع لي لسانه كذا ما يكون بيقول لي هات. كانوا عندنا في البلد بيعملوا حملات كده يا عيني، يفضلوا يقتلوا في الكلاب اللي الهي ينقتلوا في منامهم. بيقتلوهم يا عيني. يهيجوا فجأة الناس يجوا ماسكين البندقة وطخ طخ طخ في قلب الكلاب يكومهم. يا حلاوتكم يا حلاوتكم يا اولاد 60 كلب، يا حلاوتكم يا شطارتكم. عالم جعان باصين في لقمة الكلاب اللي في الزبالة. ما يقولوش مثلا عايزين ينقوا العيش اللي في الزبالة وياكلوه امي اللي ياكلهم قاطر. خلاص هنخلص اكل. دي بركة قسما بالله. الحلوان بيبقى في قلب البلد بركة. هنخلص اكل. الانسان ممكن ربنا ينزل نعمه على البلد بحالها بسبب الحلوان. ايه يا حبيبي عايزه بتنخس فيها لا؟ هنخلص اكل ونديله الجيلاتي. انتوا رايحين تقتلوا النعمه اللي ربنا عطاها لنا. موافقه موافقة ولا بقى لا؟ على ايه يا شبان؟ هندي للكلب الجيلاتي. اديله يا عم، اديله ليتك خليه ياكلها. على البركه. اديله اللي انت عايزه. فيا اولاد الدنيا بقى ملهاش امان. عندك حق يا ام ابراهيم، ما فيش حد كويس يسلم لسانك. امال يا ولاد؟ هو انا يعني مش فهمانه؟ لا ده انا فهمانه جو ومثقفه وكل حاجه. سميحه في مترزعه جوه. طيوزه وحشني بيسلم عليكم. انت الرغايه جو، مالكوش دعوه بيا يا اولاد، مالكوش دعوه بيا. انتوا قطعتوا قلبي من كتر اللغلوغ بتاعي وجعني والله. ليه يا زمان ما سبتناش ابرياء، حطتنا ليه مع ناس ما بتتقيش ربنا. شبانه بيضرب فراخ ورز، بياكل فراخولي ورز. فراخولي، ايه رايك في الفراخولي يا شباني؟ طبعا ده يوم منيل عند سميحه لانها ما بتقبلش الحاجات اللي هي البحريه والشطوائيه والحاجات دي. ما بتقبلش السمك ولا اللي بيبيعوا السمك ولا اللي ريحتهم زفره ولا الزفره ولا العفره ولا الكلام ده خالص. ايه يا حبيبي؟ سمك ده فراخ. ما هو ده فراخي. فراخولي البحرولي دي. تاخد فراخولي يا براهولي؟ خد يا كرولي عشان خاطري يا كرولي. هذه فراخ اصلا بس بشتاق لك ما بقدر اشوفك ولا بقدر حكي. بنده لك. ايه يا حبيبي؟ ايه يا براهولي؟ هو دي فراخ اصلا. ايوه دي فراخ يا عم، نعمة ربنا ما تتبطرش على الضاحي. ايوه فراخ يا ابراهيم. ناس
فراخ. منك لله، مش انا ضحك عليه وجايله له فراخ تقول له كده تخليه دي فراخ بلدي. عارف الفراخ البلدي فصوصها جميل. انت قص المصايب قلت لك قول له فراخ عشان يرضى ما ياكل. انا قلت له فراخ وما انا قلت له سمك. ده سمك. مش ده فراخ بترقصي براهولا. تعال يا براهولا ارقص لهم حبه. تعال تعال شيل يا شيل. تعال يا براهولا تعال تعال. يلا طبق. اوقف 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 اوقف. هتبقى باين كده ولا لا؟ ايوه كده. يلا استنى نجيب الطبله. يلا هي دي الطبلة. يلا يا شباب سقفوا. الله 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 الله. صبح صدوق ناشف يرقص. هز يلا هز 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 مكبر. يلا البيض طربط طربط طربط. هز وسطك هز وسطك. طربيط طربيط ده لابس فلينة شباب. ينزل يلا. يا نهار كفاية. اسود، دي فلنتي الجديدة اللي كنت بلبسها في جديدة التلفزيون. ايه يا عم؟ دي بتاعتك من زمان. ما خدتش بالي يا خرابي تعالى يا جدعان. حبيبي تعال. حتى لبسي بتلبسه. عسل يا براهولنا بسيط خان شوية. والله مانع الاكلولي ما بيرضاش ياكل. سيب يلا هدومي يلا. ما بيرضاش ياكل الاكلولي خالص. مش طالع لي خالص. طالع براوي. يلا ارقص وانت قاعد بقى حبه. يلا يلا. يا ليلة حبيبي مجاني ودق علي الباب. بس انت نسيت العاده وقلت يا بكر. هز هز يا شباب انت كمان. يلا يا ليلة حبيبي مجاني ودق علي الباب. بس انت نسيت العاده وقلت يا بابا. تاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مصحي لاهي بيقوم. طولت الغياب طولت الغياب. هي تعمل ايه يا ابني؟ الشعوذه اللي انت بتعملها دي هنعمله طيب يا ولاد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا ولاد. بحبك قوي وانا كمان بنحبكم والله. حبايبي حبايبي انتوا عيلة فرفوشة. ايوه والله الفرفشة حلوة ما نحبوش نشيل. انت اهم حاجة ما تأذيش حد مثلا ولا تزعله وتعيش مع حالك كده. تبقى مية مية. تهز ليتك. ما بيضربش ليه ده؟ اسكت غلط كده لا يولع فينا. استنى ده بايظ بايظ. طب خد اضربي كده. ادعي لي يا ام ابراهيم ربنا يلم شمل شاش على اولادي يا رب. ربنا يجمعك بهم بالخير يا رب. اضربي ده مش بايظ. يبعد عنك عيون الناس الوحشه. ايوه كده. ده انا عملت على البتاع دي. خلاص بقى. حكم كل واحد مننا يا اولاد والله صحيح. كل واحد مننا من البني ادمين يعني عنده ناس ولاد كلب في حياته. كل واحد ليه موضوعه وليه ناس بتحارب فيه وليه ناس بتكرهه وما تعرفش ايه السبب. بس هو كده وهو ما يعرفهمش خالص بس يبقوا بيحاربوا فيه كده قسما بالله. داير تقول انك خصمي باين عليك مجنون رسمي. عارفين انتوا الاغنيه ديت بنسمعها على 24 ساعه والله بتنطبق علي. خصم مين يالا؟ ده انتوا اخصام زباله. ده الخصم جاي. بس يا براهولا مالك وماله يا شبلولي؟ مالك وماله؟ عايزه يا حبيبي؟ حاجة. السلام عليكم يا ام ابراهيم. انا بندور على جوزي صالحه من عندكم. من عندنا ازاي يعني؟ من مصر يعني؟ ما عندناش ازواجات صالحه هنا خالص. شوف لك بلد تاني كلهم ولاد كلب. جوزة صالحه ما فيش صالحه خالص. في صالح بس. لو عايز زوج صالح ماشي. بس يا براهولا دي شطاطك تحرق لك بوجك. ما عادي. ما تاخدش حاجه بقى لا تتجيب. هم الجرابيع دول بقى اسمهم اخصاميه والله. والله ما يستاهلوا لا تقول اخصام ولا تقول عليهم حاجه خالص. تقول عليهم الخريو. قال له زينة دي. احكي لنا يا ام ابراهيم بتعملي ايه اول ما بتصحي؟ اول حاجه بنشوخ نخش الحمام نضرب البومبي ماشي وثلاث اربع قلبات بطني بتبقى مليانه اكل نخش نفضيها
ماشي نفضي نفضل نجلط يطلع ساعه ونص، واقفين بقى سميحه وشبانه على الباب الحاج يخبطوا. انا كنت صاحي الصبح بنبص كلنا في بنخش الحمام بالدور. عايزه كنت صاحي الصبح بنفتح باب الحمام بنبص في القعده لقيت عودين خضره كده، انت اللي كنت شايفها. عودين خضره؟ أيوة. ايوه اصل انا عامله رجيم اليومين دول بناكل خضره. يا نهار اسود يا ايوه جدعان. عادي، لما تبقى تلاقي عودين خضره اشطفهم وطلعهم اغسلهم بخل وافطر بيهم، مش هتكسبتني احنا منين؟ بنجرف من الحاجات دي. السهره يا عم تغرف من الحاجات دي ازاي؟ ده خضره خضار حلو. مش نفتح نضرب السفوح. الجلوطين وبعد كده نقوم بقى نغسل وشي بحبه ميه نطصه كده ونمخمت حنك عشان برضه انتوا عارفين ام ابراهيم نظيفه ولطيفه ماشي، ونمسح تحت باطي بحته خرقه، ما نرضاش نستحمى بقى والكلام دي، ونحط شويه جاز على شعري ونسلك شعري كده بالفلايه لا يكون فيه صبنايه ولا جملايه ماشي كده يعني، ونطلع الفرش ننشره في الشمس مكان ما انا راكده عليه بيبقى ريحته زناخه تجرف، وبعد كده نجيب شويه جاز كده في حبه ميه وكده يعني نرش جتتي بيهم ونرش ملح تحت الصرير ومش ملح تحت الصرير. عارفين انتوا التمثيليه تحت الحسد والقرف والرشل الحوار الناس اللي بيقعدوا يرموا ملح ومش ملح والكلام الفاضي ده، سيبها على الله يا اللي تنقطم رقبتك. انت اصلا مين عشان حد يعمل لك حسد ولا يرمي لك ملح ولا خرع على وشك؟ والله العظيم الناس تعبنا منهم احلى تعب، والله والله احلى تعب. اللي يقول لك ده انا محسود، واللي يقول لك ده انا عاملين لي سحر وي واللي يقول لك انا مقلوب لي لبن ان شاء الله. والله بق اللبن انت اصلا بق اللبن السحر يستخسر يقلبه في وشك، يقلبه عشانك. قال مقلوب لي لبن، قال لبن ايه يا اللي تنسبخ صبغه الطماطم؟ ده انت ينقلب لك خرا يقلب لك صنانه والله. يقول لك ده انا مقلوب لي لبن ايه يا جدعان؟ لبن ايه؟ الناس عقولها خابت وباظت خلاص ما عادش فاهمه دينهم، وتلاقيه هو مش لاقي اصلا ياكل ويقول لك مقلوب لي لبن. مين اللي هيجيب لك لبن وانت لبسك مخروم؟ مين اللي هيجيب لك؟ قسما بالله العفريت الموكل بالسحر يتسرع لو شافك ويقول لك ده انا مقلوب لي لبن ايه يا الله؟ لبن ايه يا الله؟ لبن ايه يا جوز الجلي يا الجربوع اللي مش لاقي تاكل، يا اللي لو اتحصلت على 10 جنيه في اليوم تعمل فرح 7 ليالي. والله العظيم ده الواحد زهق وقرف من البني ادمين، قرف سواء سواء. فاكرة الغوريلا اللي انا سلمت عليها؟ الغوريلا ايوه، احكي لهم بقى يا براهولي. البتاع كنت سايقه العربيه وماشيه كده في اسكندريه، بصيت لقيت بهارولا راح جاي لي ايه الزفه الجامده دي يمه، كان فيه مولد ولا ندور افتتاح مطعم ولا ايه، ولقيت لك بقى حته غوريلا من الكبيره دي والبتاع بوتاجيه ده اعمل لها كده، والبتاع بوتاجيه اللي هو البلياشتو دي، البتاع اللي هو الثاني اللي بيبقى مع الغوريلا دي. خدت براهولي ركبت العربيه انا وسميحه ورحنا واخدين براهولا ونازلين في قلب الزفه دي، خليت الغوريلا سلمت عليه كفها كبير. كانت بتسلم ازاي كده؟ كانت بتعمل لك كده، كانت بتعمل له كده مش مالكه تسلم عليه عشان ايديها كبيره وذراعها وطويله والله، وريشها كده وسمره وجميله بصراحه ربنا مفيش بعد كده غوريلا جميله. بعد ما ركبت ومشيت زعلت والله، قلت لسميحه يا ريتنا كنا خدنا رقم التليفون بتاعها عشان كنا نجيبوها ترقص قدام الدار شويه. والله يعني مزاجنجيه قوي قسما بالله، عشان ابراهيم ممكن نعمل اي حاجه عشان فرح بيه، كنت نجيبها له قدام الدار، هنتن صرحه بيها لحد ما نعرف مكانها فين ونجيبها لك ماشي. هنجيبها لك يا حبيبي، هنجيبها لك يا قلبي. صوتك حلو يا ام ابراهيم. ايوه بقى اقعدوا اضحكوا علي. بس انا مفرتكه اصلا من حيل. كلت الجلاطه خلصتها؟ دي اول واحده. ده انت مشكله والله، دي الواحده ب6 جنيه وربع، حرام عليك. الواحد زمان كان ياخد الربع جنيه يجيب بيه حاجات، دلوقتي الفلوس مجلوطه البركه والله العظيم من عماي الناس. يا ابني مش قلت لك حط البتاع ده في الثلاجه يلحق يظبط؟ مش قلت لي بنسيبه بنحليه بقى؟ انا معايا رقم الفرقه اللي فيها الغوريلا، ان شاء الله تنسطر يبقى ابعتهولي، يبقى ابعتهولي على الواتس. على الطلاق نجيب الغوريلا دي تعيش معايا في الدار. جميل. ملوش مكان كوز العصير دي، ملوش مكان. أيوة بس ما تاكلهاش فراخ. ماشي ما فيش حاجه تطلعها من الباب وتحطها، طلع برطمان السمنه ده وحطيه. هي ما بتاكلش فراخ الغوريلا، بتاكل لحمه نيه. بتاكل لحمه نيه الغوريلي؟ وما نجيبوا لها لحمه نيه يا سلام، احنا مش ذبح واحنا مش ذبحنا جاموستين في العيد نديها نص جاموسه يا سلام. ومال تاكل اللي هي عايزاه. هنجيبها لك يا براهولا، هنجيبها لك والله، هنجيبها لك يا حبيبي. عايزه تاني؟ ما بتاكلش عقارب. بس خلي بالك بتفسي، ده فنيتها واسعه قد فنيتي اميال الاميال، فنيتها كبيره كده
بتجيص وانت تتكي على ظهرها كده لقيت ما فيهاش عظم. ما فيهاش عظم يا حبيب قلبي. براهولنا صوته خطف قلبي يا خراشي على الكتيان. ده كتيان كنتان ايه كتيان كياتا يعني. ايوه كياتا. الحاجة عنكبوت. بيقولوا عليك كيوطه وقنوطه يا الحاجة براهول. عنكبوت. فين العنكبوت يا حبيبي؟ براهولنا نبرة صوته زي صوت نبرة سميحة وهي صغيرة. سميحة كانت نفس الصوت كده. كنت نجيب التسجيل فاكرين التساجيل القديمة بتاعت الشرايط دي؟ كنت مسجلة لها حاجات ياما والله. كانت بتحب تتنطط كده وتقول كلام حلو. دلوقتي ما بقتش طايقاها، كبرت بقى زنبخت. كانت جميلة الأول والله. هو ايه ده اللي بيسويني هنا؟ فين يا حبيبي؟ وانا نايم لقيتها بتسويني. دي جملة يا حبيبي، جملة. ادعي لي يا ام ابراهيم بنتي تخف ان شاء الله، تخف يا رب وتشوفيها احسن الناس، يزيح عنها المرض والوحش كله، يحفظها لك ويبل قلبك بيها يا رب. ابراهيم شبانه، ام ابراهيم شبانه برج الجدي ولا برج ايه؟ لا تقريبا برج الجدي والله ما نعرف. انت برج انا برج البلاستيكية. برج الحمار. شبانه برج الكلب. وانا برج النار. وانت برج النار. ايوه فكرتيني، انا برج الكلب. برج الكلب؟ ايه شبانه برج الكلب. فكرتيني. حتى بوزه طويل زي بوز الكلب اهو. انت الطول تبقى زي الكلب يا شباب. والله الكلب وافي والله العظيم وجميل. الكلب ما في بعد كده. اني عاشقه للكلاب، ما نروحش في حته لو نشوف كلبوش ونمد له ايدي على طول. تعال يجيني الجاري، لازم ناخد صوره معاه. الكلاب دي حلوه جو والله العظيم، حلوه جو. ايه يا حبيبي؟ إيه وانا برج النار. وانت برج النار. لو حد جاي عمي عكسني هنيجي نطلع، عامل حنكه كده زي التنين تطلع في وشه على طول. ايوه يا حبيبي انت جدع. وسميحه لو فتحت حنكها هتطلع فيسا. هتطلع فيسا. هي برج الفيسا اصلا. هي برج الفيسا. اسكت بقى احسن تسمعنا تيجي تصود عيشتني. ماشي. ضيرت تقول منك خصمي، باين عليك مجنون رسمي. عامله ايه يا وليه؟ يلي انقطم رقبتك. الحمد لله والله. هنروح نحمل واد براهولنا بقى حمايه حلوه كده عشان طالع له شويه حبوب في جتته وعمالين يشووه، معاه حساسيه يا عيني. هنستحمى مع سميحه. هتستحمى مع سميحه؟ سميحه مش هتستحمى، تضحك عليك والله. دي بتعشمنا بالحموم، ما بتستحماش خالص. ضد الميه ضد النار سميحه دي والله. بتضحك عليك. انت عارف موعدك بالحكايه دي بقى لها قد ايه؟ ده بقى لها سنه يا ابني، وكل يوم تقول لك كده وتضحك عليك. انا نقعدك في البلاستيكايه ونحميه بالليفي. بس تجيبي لي الكوبايه عشان نقعد نفضي الملح عليا. والله يا ام ابراهيم انت تدخلي القلب من غير ما تخبطي، ان شاء الله يدخل لك كل الخير يا قلبي. تعرفي حاجه؟ الحمد لله دخلت قلبك يعني. حاجه دخلني في قلبك وطلعني من فنيتك. بموت فيكم بجد حبايبي والله. ربنا يفرحكم يا اولاد ويجبر خاطركم يا رب. تعرفي حاجه؟ قول يا عم حاجه. ده انا جبت ابو كومبو ودهنت منه مره كده ولا اعمل حاجه في الحبوب. دهنت فين مع ابو كومبو؟ في الحبوب ولا اعمل حاجه في الحبوب. ما عملش حاجه في الحبوب. ايوه ده تمثيليات دكاتره فاشله ماشي. يقول لك مش عارفه تنظر وانظر كلام فاضي كله والله العظيم يا براهولي. حبه الميه بتوع البحر ولا بتوع اي حاجه حاطقه هم دول اللي فيهم الشفا. البحر عندنا والله العظيم لون الجلابيه اللي انا لابساها من كتر الضرب اللي الناس بتضربوا فيه لونه الصنه كده صناني خام. بيجيله ناس غريبه من كل حته يقعدوا يغلطوا فيه ويصيروا في قلبه ماشي. تلاقي نسوان الكعب مفلق قد كده. المره من دول تنزل رجلها في قلب الميه الجلد بتاع رجلها يبوش فيه. تلاقي توك توك من دول محمل كذا عجله كاوشت من بتوع العربيات دول عاملينهم عوامات وكذا مره. بيبقى لونه ايه؟ بيبقى لونه زي عصير القصب. لونه زي عصير القصب يا والله. وقاعدين فلط في قلب البحر. مين ينزلوا ولا مين يروحوا؟ والله الواحد ما بيرضى يمشي عليه. ريحته خرا خالص. الموجة عمالة رايحة جاية بالخرا تلطلط يمين وشمال زي مروحة الغسالة كده. فالبحر بيشوف يا مرخر لو واحد نزل يعوم فيه وغرق جوي بيبلعوا ما بيطلعوش لأهله حتى. يبلعوا. اختمي بأغنية جانا الهوا. طب ما احنا بدأنا يا عم بس بأغنية جانا الهوا. قول أغنية تانية خلي عندك دم.
جانا الهوى. ادعي لي بالشفاء يا ام ابراهيم، ربنا يشفيك يا رب، الله يشفيك ويعافيكي. قادر يا كريم. احنا كمان في اسكندريه ما بننزلش خالص، احنا ما بنفتحش الشوايب في اسكندريه اصلا، قرفانين من البحر والله. البحر وحش يا ولاد، البحر غدار، مش بيقول لك بحر الهوى غدار، بحر الهوى غدار والخطوه فيه فضان، نزلوا في ساعة شوق قبل الاوان باوان. الاسكندرانيه ما بينزلوش في اسكندريه البحر خالص، دي ناس غريبه كلها. ما تقول لي يا صياد ايه الحكايه والبحر غدر ليه؟ سيبه يقول لي حكايه البلبل، سيبه يقول والنبي يا حزنبل. بلاش تحمي، ده انا بنحميه بشامبو، ما بيحبش الصابون، رغي شعره ونيجي ياخد حبه في القزازه وضحكه جسمه وخلاص على كده. ليه بقى ما نحميه بقى يا ولاد؟ مش المفروض ان الصابونه هي اللي بتقتل البكتيريا او الشامبو؟ نحط على جتته طيب. والله زمان امي كانت بتحمينا بحته طينه من الارض، كنا نبقى في قلب الارض حواليه وهي بتجمع في البرتقال، تجيب حبه ميه من الطرعه وتقعد تغسل لنا جتتنا بقرص البتاع حته الطينه قد كده، وكان جسم الواحد فينا يبرق كده زي الغزاز. والله الدنيا خابت وطعمها راح. هنعملوا بس دور على ايه يا سبان؟ ولا حاجة. دور علي ما انا قدامك يا ني. هو الاكل ده بينفخ البطن كده ليه يا ساتر يلا يا بقى رب؟ هنروحنا انا ما اكلتش غير واحدتين. اكل الاكل ده نفخ قلبك ايه وانت سبت الرز زي ما هو يا شباب؟ ليه والله كده؟ العظيم بطني منفوخ. ما سميتش الله قبل ما تاكل؟ سميت. امال لا دي سبت الرز زي ما هو. انا مش عارفه والله العظيم. والله العظيم شبعان انت شبع. سميت ما اكلتش. تلاقي حد نجرك عين بقى ماشي من بالي بالك. يا حبيبي ما صدقت لقيت صابونه بطول يا ام ابراهيم تموت البكتيريا. بطول، خليك فاكر يا شباب عشان يجيبها له صابونه بطول. ديتول. ديتول صابونه ديتول ماشي، تبع الديدان يعني، عشان كده مسمينها ديتول. هنجيب لك صابونه ديتول دلوقتي. والله شويه ربس من بتاع الغسيل والواحد جتته بتلمع وخلاص على كده. بس انا هنبعت نجيب لك الديتول يا حبيبي. حاضر. عايز الديتول؟ طب اقول هتعمل بيه هنقعد نكب عليا ملح وتاتول. وديتول. حاضر يا بابا. ده انا حطيت من المرهم التاني برضو مخفف. ايوه ما عشان خاطر البتاع الحبايه. ده انا اكلت الزبادي برضو مخفف. والله العظيم ده طول الليل ما بنعرف ننام منه، كل شويه ياخد ايدي ويقول لي هروشي، نقعد نهرش، عيني تروح في النوم، عيني ايدي تيجي سايبه كده يجي ماسكها تاني وجاي لي هروشي. معذبني والله. جتته كلها براغله، كلها براغله، ما بينيمناش. النيم تاني يروح للصميح هيقعد ينخص فيه تهرش له، اللي ينام فينا يروح له للشباني. مبهدلنا والله بالحبيات اللي فيه. انت ما بتلاقيهوش اصلي. معلش يا حبيبي، هو ما بيرضاش يستحمى عامة ولا يتليف، عشان كده جرب مني، بس مش مشكلة. وفي جرب هنا. هو الحر وحش برضه، الحر برضه يعني يا وفي جرب ابراهيم ده نضيف شمعة، خلي بالكوا برضه ما تفكروا يعني. بس هو الحر بقى كده بصي جسمه مش بيستحمل الحر يا عيني والله. والكهرباء قاطعة زي ما انتم عارفين، وربنا المستعان بقى. كل يوم تقطع عندنا زي 5-6 ساعات متواصل. حبايبي تفرجها. معلش بس خلي بالكوا قطع الكهرباء ده خير برضه يعني، توفر الثلاجه والحاجه اللي فيها تبوظ مش مشكله. والناس اللي بتموت في الاسانسير دي هتبقى الاسانسير عارفين، الناس اللي بتتقتل فيه دي مش مشكله، هي بتبقى الشوهه دي وكده يعني. واللي عنده حاجه يوفرها، والتلفزيون بدل ما عمره الانفرادي يخلص يبقى لسه فيه بركه وكده. قاعدين في التكييف يا ام ابراهيم، هو فيه كهرباء بتقيد عشان التكييف؟ الكهرباء بترعش طول النهار والله، حرقت الاجهزه بتاعت الناس كلها. هنعملوا ده قول بكافي. تعالوا شرفونا في الصعيد يا ام ابراهيم، ما لقيتوش غير في الحر ده وتقولوا تعالوا لنا في الصعيد؟ عايزين تسلقوني؟ لو في الشتاء ماشي، الواحد يجي يتحمص وياخد من شمس الصعيد وكده.
الشمس السعيد. وياكل عيش شمشي وصبانخ وخلاص على كده. هنعمله طيب؟ ده اكل فجر يا ساتر يا رب. عيش شمشي يا بنت السلطان حلمك على الغلبان. عضوية عطشان يا بنت السلطان حملك على الغلبان. اديني اكتر مية بولك عمالة تكتر. يا ام ابراهيم وحشتيني يا ام حبايبي والله لا ما تشوفوا وحش يا ولاد. شباني اسكت يالا اسكت يا براهولي. منورة الدنيا كلها يا ام ابراهيم حبايبي. بحبك يا ام براهولي حبايبي. تفرحوا وتتهنوا يا ولاد. ايوه شبانة حران والله زي ما بتقولوا كده حران ومولع يا عيني. شبلولي الدهنة بتاعته صاحي. ده شبانة ده وهو صغير كان زي الفحل والله. انت عايزه زي عامله زي المسحراتي يا ام ابراهيم. لا شايفيني ماسكه صفيحه يا ولاد ومنطبق. والله المسحراتي ده غلبان. بس دلوقتي ما بقاش مسحراتي زي بتاع زمان. بتبقى عيال صايعه كده ماشي تعدي. شباب من بتاعت اليومين دول الخايبين المصننين دول اللي لو جلحت الواحد لباسه وشمته تلاقي ريحته صنه. يعدي بقى يخبط على الباب وكلام الفاضي دي. انما الاول كان المسحراتي ده راجل ما جابتوش ولاده. يبقى لابس ريش كده. قسما بالله ابويا وانا صغيره كان يقول لي انا كنت نسمع المسحراتي. كنت لسه صغيره يعني يقدر ان هو يشيلني. فكنت كل يوم نقول له يابا نفسي نشوف المسحرات اللي بيعدي من على الباب. يابا نبوس رجلك وحياة النبي شيلني وريهولي من الشباك ولا من باب ولا من اي دهن. يقول لي لا ده المسحراتي ده مرعب. ده مركب ريش كده في دماغه وعينيه حمرا بتطج شرار وشبه العفاريت. نقول له طب ليه شكله كده هو مش بني ادم زينا؟ يقول لي لا ده بني ادم ملبوس وبيبقى مركب الريش والحاجات ديت وشكله مرعب عشان لو العفريت جاب له في الضلمه وهو بيسحر الناس يقوم يخاف منه. دي حكايه كان ابويا واهمني بيه. ففضلت نتحايل عليه وعدت سنين يامي. ايه ابويا كان شغلته بيشتغلني. بس لو نحكي لكم والله العظيم الحكايات اللي هو بيشتغلها لي دي لو كانت عليها فلوس كان حله راجل غني. كان بيشتغلني اشتغالات غريبه. المهم قعدت نتحايل وسنين تعدي وسنين تفوت لحد ما سيطرت عليه وراح شايلني قسما بالله زي ما بنقول لكم كده وراح موريهولي. لقيته راجل عادي خالص ماسك صفيحه في ايده ولابس قفطان. قلت له هو ده يابا؟ قال لي ايه وقعد يضحك. يعني وهمني بالحكايه دي بقى سنين. يقول لي لا ده شكله مرعب وعينه حمراء وحاطط ريش بط في دماغه لازق بريش بط كده وجسمه زي جسم الغوريلي. كنت عايزه اقول له يابا ده انت اللي شكلك مرعب يابا. كنت عايزه اقول له يابا ده انت اللي حتتك حمراء من تحت. والله هنعملها طيب. يوهمني بقى حكي لي حواديت كل اخواتي ناسيينها مش فاكرين منها حدوته. واني اللي فاكراها. وكان يقول قصص وكان يقول مواعظ وكان يقول كل حاجه. اخواتي ياخدوا الكلام من هنا يطلعوه من هنا وانا كنت الوحيده اللي فيهم اللي كنت نحفظ الكلام ده قسما بالله. مع انه عمره ما عبرني ولا حكالي. كنت قاعده مستند كده عليهم وما بيحكوا. والكلمه اللي يقولها تبقى صفعه على رقبته. واخواتي ما يعملوش بيه. وهو كان بيوجهها للصبيان مش للبنات. ايه يا حبيبي؟ ده شيطان هو اللي عمل لك كده. الشيطان اللي عمل لك كده؟ يلا بقى انا هنروح نحمي براهولي ماشي وناكلوا شويه الفراخوله دول. عطلتوني وقطعتوا قلبي ماشي وخلاص على كده. يلا بينا يا براهولي. يلا يا حبيبي اعمل لهم باي باي. يلا مساءكم فل يا جماعه. ترى لي ترى لو